رد الدكتور النجدي على الشيخ العجلي والدكتور التيجاني. أما قولها ليس علي سكت، هي هذه زيد كل أهل السنة. علي لم يبايع أولا أبي بكر وعمر، تأخر علي أو تخلف علي عن بيعة أبي بكر 6 أشهر، فلم يبايعه وقال آليت على نفسي أن لا أضع رداية حتى أجمع كتاب الله. وقال أن فاطمة الزهراء ماتت وهي غالبة على أبي بكر فلم تكلمه حتى ماتت. يعني هناك جواب ورد للإمام علي عليه السلام حينما جاء المبايعون في السقيفة، حينما جاءوا إلى المسجد وطلبوا منه أن يبايع. نعم. فقال أنا أحق بهذا الأمر منكم. نعم. لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي. نعم. أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي وتأخذونه منا أهل البيت غصبا. هذا في كتاب الإمامة والسياسة للدينوري أو ابن قتيبة، وشرح النهج لابن أبي الحديد نقلا عن كتاب السقيفة لأحمد بن عبد العزيز الجوهري. هذا واحد. كتب الشيعة. اسمح لي كتب الشيعة كتب السنة، كتب هذه مؤلفة. الشيء الآخر لا اتكلم من فضلك، اتكلم من فضلك. بل تم مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر. هذا البخاري. إيش معناها الكلام؟ معناها علي، وهذا كذب أيضا، لأن علي ما بايع، لأنه علي في رواية ابن قتيبة أقسم والله لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي. كتاب على قول الإمام علي. نعم. الإمام علي عليه السلام احتج على أبي بكر بنفس الحجة، نفس المنطق، كما قالك ألزموا بما ألزموا به أنفسهم. لما كان مشغول برسول الله وخرج القاء أبي بكر بايعوه، قالوا له بايع، قال لا والله لا أبايعك، وأقسم بالله أن لا يبايعه. ثم أنتم أولى بالبيعة لي. إيش قال لأبي بكر؟ قال يا أبا بكر ألستم احتججتم على الأنصار بأن الإمام طيب بلغوا أنتم أيضا. والله يعصمك من الناس. البشر مسلم يعني والله يعصمهم من أباهم. نعم هذا ضمان من الله. هل كان علي معصوما عندما بايع أبا بكر وعمر وعثمان أم لم يكن معصوما؟ هل كان عليك أن تثبت ذلك الدليل؟ الإمام غدا إن شاء الله. طيب خيرا إن شاء الله. هذا أنا الجواب عليه.